طيب أنا بالنسبة لي مرحلة الابتدائي مرحلتين هي. نعم. سبحان الله، يعني مرحلة حلف القديم وحلف الخرطوم. الخرطوم الحاج يوسف وحلف الجديدة. أي نعم. بنجي في الإجازات، وحتى أتذكر التوقيت، يعني زمان كان المدارس بتقفل شهر 3 نعم. في الخرطوم لحد شهر 7. صحيح. في الوقت ده في شهر 7 لما يفتحوا هناك في حلفة بيقفلوا لأن ذاك الخريف. فكنت بمشي وبلقى الطلاب يعني أقراني، اللي هو قلت لك تكون منهم معاوية ومحمد سليمان وزكريا سيفي ومحمد عبد نجم، هذا توفي عن قريب رحمه الله تعالى، ده برضه دفعتي، وغيرهم ما شاء الله، ومحمد سليم بابا. يعني ديل أنا يعني درست معهم وكنت بلعب معاهم وكده، فبقولوا نمشي معنا مدرسة، فكنت بمشي. وبعدين الحمد لله كان واحد عنده شيء من التفوق يعني، فكان بيحتفوا بي جدا في المدرسة الأساتذة، أستاذنا سليم بابا، وأستاذنا الفاضل ماهر إبراهيم الشيخ، وأستاذنا أستاذ إسماعيل، وغيرهم ممن أمكن مساحة ما تسع لي ذكرهم. في الخرطوم في الابتدائي بحس بينه وبين نفسي، أنا مرات بجلس مع نفسي براي، بحس إنه أنا كنت بتشكل في تلك المرحلة. وبالتالي أنا من منبركم ده بوجه رسالة إلى جميع المعلمين في مرحلة الأساس بأنهم هم أهم شخصية في هذه البلاد. نعم. وأهم عنصر في التنمية والنهضة، بالذات في المرحلة التأسيسية الأولى. أي والله، لأنه هي أساس. نعم. يتشكل فيها الطالب. وأنا يعني يبدو لي أنه المجتمع ولا الدول بتعطي هؤلاء حقهم، وهم قابضون على قضية عظيمة. نعم. ففي المرحلة دي بدأت أتشكل جدا. كان عندي أنشطة. أول حاجة يعني في المدرسة كنت متفوق جدا الحمد لله. كنت أحب النشاط وأحب المشاركة في الفصل. كنت أحرز المرتبة الأولى على استمرار يعني. الحمد لله. يعني لو تأخرت بجي الرابع كده يعني الحمد لله. وفي نفس الوقت كنت أشارك أدبيا، لكن كنت أكره التلحين. يعني يجيبوا القصيدة ولا لحنها، والله كنت بضايق ذيك الشديد خلاص. ما لحنت أصلا. ما بحب التلحين وبكره. شفت الغنى ده بكره من يوم، والله من يوم بكره الغنى ده ما بحبه. حتى عندي ذكريات يعني هي لطيفة، أنا أحكيها لكم. نعم. حتى الناس لما يقول لي راح الحفلة وأنا في الابتدائي أقول لهم الحفلة شنو؟ بعدين أقولوا لا ما بينفع معي، محلة فيها بنات وجوطة وزحمة وكواريك دي بتنفع معي، ما عندك فيها غرض. يعني ما كان عندي فيها مزاج كده. فلكن كنت أشارك في المسرح وفي الطابور. وسبحان الله يعني مرات أنا بسأل نفسي، يعني أنا كنت في سنة ثالثة ورابعة بألف مسرحيات. سبحان الله. سبحان الله، بألف مسرحيات وممثلة يعني. أيوة. بيمثل على المسرح.